صباح العسل على الناس المعسلين وصباح السكر على الناس المسكرين. صباحكم زي اللبن الحليب. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. اول حاجه تعالوا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب ابدا لا يخيب. نهاركم سعيد ان شاء الله، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحه البال. ما تنسوش بقى دعوه حلوه كده منكم لام وابويا موتانا اجمعين يا رب العالمين. صباح الطاقه الايجابيه وصباح النشاط. بصوا بقى النهارده طبعا صاحيه بدري الحمد لله، ربنا يديمها عليا وعليكم يا رب. وعشان النهارده ان شاء الله هنعمل سمك في الغدا، فلازم اروح بدري اجيب سمك لان السمك طبعا بيخلص على طول. فرحت جبت سمك بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيده ويبارك يا رب بألف هنا على قلوبكم. جبت بقى السمكية اللي في ايدي دي يا جماعة على 85. انا كنت عايزة اجيبها ب80 بس الراجل مرضيش ابدا، قال له والله يا ام ميدو ما ينفع ابدا، يعني اخرها 85. بيقول لي انا مش عايزة اقولك ب100، قلت له كمان يا حلاوة. المهم جبتها على 85 ما شاء الله بألف هنا. سمكة صبحة وجميلة وسمينة وزي السكر. فانا قلت المرة ده اقليها لان كل مرة بشويها وبجيبه مشوي، فانا قلت المره ده اغير ونقليها عشان عندي ولادي بيحبوا السمك المقلي شويه، وانا بقالي فتره وزمان ما قلتش سمك. اول حاجه طبعا عملتها في يوم خالص، جبت السمك زي ما قلت لكم ونضفته. اول حاجه اعمل قبل ما اعمل ليا فطار، قبل ما انضف، قبل ما اعمل اي حاجه، قلت انضف السمك الاول واحطه في التلاجة عشان اكون خلصت منه، كمان عشان بياخد شويه وقت في التنظيف. طبعا عملت اللي عملته معاكم، وبعد كده فرشت بقى ايه فرشه في ارضيه المطبخ، وقعدت بقى ايه نضفت بقيه السمك، عشان طبعا لو كنت نضفت كله وانا واقفه كانت رجليها توجعني. فانا طبعا عملت معاكم كده سمكه او سمكتين بحيث البنوتات الحلوين اللي لسه طبعا هيتجوزوا عشان يشوفوني وانا بنضفه ازاي. تنظيفه سهل وبسيط جدا، وما تقولوش بقى يع ومش يع وزفاره والكلام ده، احنا كنا زيك كده واكتر من كده، ولما اتجوزنا بصي بقى بقينا مغروزين في قلب الحاجات دي. في قلب السمك والفراخ والتنظيف والحاجات دي وخلاص. والحاجات دي بعد كده مع الممارسه بقى في المطبخ والكلام ده مش هتاخد منك اي وقت. فطبيعي اي واحده بتتجوز بتعمل كل حاجه في بيتها، الله المستعان، ربنا يعين كل واحده يا رب على شغل بيتها. هنا بقى يا حلوين بعد ما نضفت السمك وشطفته كم مره تحت الميه، حطيت عليه شويه ملح وعصرت عليه ليمونه واحطه في التلاجة حوالي ساعه. الملح هنا بيشد الدم اللي في السمك، وكمان بيخلي السمك كده ماسك نفسه، وكمان الليمون بيخلي ريحته جميل. بعد كده احطه حوالي ساعة في التلاجة، وتعالوا عشان نحط دور في الغسالة ونكمل يومنا الجميل البسيط بتاعنا بكل طاقة إيجابية. كنت معلقة هنا على بيضة عشان نعمل سندوتش بيض كده نفطر بيه، ومعلقة هنا على البراد كمان عشان نعمل لنا ايه كوباية كابتشينو عشان تروق ايه الدماغ كده ونشوف اللي ورانا. يا سلام يا ولاد على الهدوء، احلى هدوء في الدنيا كلها. قد ايه قد ايه انا بحب الوقت ده. الوقت ده انا بعمل فيه كل شغلي بهدوء وعلى طول. اول بقى ما ولادي يصحوا طبعا ايه زعق بقى ولبخة وهيصة وزنبليطة وحاجات من دي، فانا طبعا بحب اخلص كل شغل الصبح كده، على الاقل حتى نص شغلي قبل ما يصحوا العيال. وطبعا بره في الشارع هدوء لان احنا فلاحين، والفلاحين طبعا بيصحوا بدري وبيجوا بدري يناموا، وكل واحد رايح على شغله وكل واحد ايه شاف مصلحة بيته. فالحمد لله على كل حال. عايزة بس اقول لكم ان الصحيان بدري حاجة تانية هيفرق معاكي في حاجات كتير. هنا بقى يا حلوين عملت بقى ايه سندوتش بيضة على حتة جبنة على خيار على طماطم، وشربت كوباية كابتشين. وتعالوا بقى عشان ننضف دول في المطبخ لحد ايه ما السمك يتنقع شويه في الملح والليمون. بصوا بقول لكم هنا ايه المطبخ بتاعي بيفري من جوه، يعني بيعمل زي إيه نشاره كده ناعمه او ترابه ناعمه. وطبعا مهما نضف جوه المطبخ ومهما اعمل فيه مفيش فايده ابدا، يومين ثلاثه هتلاقي النشاره الناعمه دي مبهدله ليا المواعين ومبهدله ليا المطبخ من جوه وقرفانه منه الله الوكيل. بس يعني انا لما بسحب حاجه من الضلفه حله او اي حاجه تانية لازم اشطفها تحت الميه الاول. فانا قلت بما ان خلاص ما بقاش حاجه على العيد غير ايام كل سنه وانتم طيبين، لما باجي بقى اطبخ في المطبخ او اعمل اي حاجه انضف بقى ضلفه ضلفتين مع الاكل اللي انا هعمله. يعني انت لما تيجي تنضفي دول في المطبخ يعني ايه ما تكركبيش الدنيا يعني فوق دماغك، لا، وانت بتطبخي كده وانت واقفه نضفي ضلفه نضفي درج. يعني بصي مره في مره في مره هتلاقي نفسك نضفتي كل المطبخ كده ايه وما خدتش يعني في اي حاجه. ليه؟ لانك طبعا كل يوم بتنضفي حاجه مع اكلك مع اي حاجه تانية. فانا بقولك نصيحه مني عشان بس ما تتعبيش، وعشان كمان يعني ما تاخديش مجهود في الحاجه اللي انت بتعمليها. وكمان ما فيش وقت على العيد، فانت لو هتعملي حاجه اعمليها من دلوقتي عشان طبعا ايه ما تجيش قبل العيد بيوم ولا اتنين
تكركبي كل الدنيا عليكِ وفي الآخر تتعبي وتنامي وتنزعي بقى من التعب والوجع، صدقيني اسمعي كلامي، اسألي مجرّب. فالحمد لله على كل حال. فطبعًا أنا باعمل الضُلَف بالذات، لإن الضُلَف اللي تحت ده عندي هي اللي متبهدلة بصراحة، الله وكيل المطبخ بتاعي ده قسى كتير، 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 وكمان يعني عايز يتجدد. أنا إن شاء الله وبإذن الله، وبإذن الله يا رب إن عِشنا من أهل الدنيا على أول الشتا إن شاء الله هاجدد المطبخ بتاعي. يعني إيه؟ يعني أنا كنت هاعمل واحد جديد، بس طبعًا التكلفة بتاعته هتكون غالية عليَّ، فأنا قُلت هادهن المطبخ بتاعي هاعمله لاكيه، لإن أنا باحب لون اللاكيه جدًا، يعني هاعمله أبيض، وكمان ممكن أزوّد ضلفتين أو 3 لإن ما شاء الله عندي مواعين كتير والضُلَف صغيّرة وكل المواعين حاطاها فوق بعضها، فإن شاء الله وبإذن الله. وطبعًا هاعمل بقى رخامة جديدة، وكمان هاعمل بقى إيه، رخامة على الحوض بحوض جديد وحنفية جديدة، وكمان الجدار اللي بين المسقط والبوتاجاز هاشيله خالص عشان الدنيا توسع معايا، لإن الفتحة اللي عند البوتاجاز والغسالة طبعًا ضيّقة، فهي مضايقاني بصراحة، فلمّا أشيل الجدار الدنيا هتوسع معايا، وطبعًا التلاجة جوّه مش باينة، وثَبَت الغسيل جوّه مش باين، وحاجات تانية أنا حاطاها، فكل الحكاية اللي أنا هاوسّع لنفسي بس، وبالمرّة، بالمرّة احتمال كبير أبيع السفرة والنيش، لإن السفرة ما لهاش أي لازمة ومضيّقة الأوضة، وكمان النيش عامل زي المتحف ما لهوش برضه أي لازمة، فأنا طبعًا هاضيّق على نفسي ليه، والّا مضيّقة على نفسي ليه؟ طب ما أنا أبيع السفرة والنيش وبتمنهم أعمل كمان سرير لمحمد ابني. أنتم عارفين محمد ابني بقى كِبِر وعايز بقى سرير عشان ينام فيه لوحده، وكمان احتمال أفتح شباك في الأوضة بتاعة مريم على الحتة بتاعتي اللي ورا اللي أنا زارعة فيها، أو أفتح بلكونة. عرّفوني بقى لا أفتح شباك أو بلكونة، بس احتمال أعملها بلكونة لإن أنا دور علوي فما عنديش بلكونات كتير، ففي شوية كده حاجات إن شاء الله وبإذن الله إن كان لنا عُمر من أهل الدنيا وربنا ما يجيبش حاجة وحشة، هاعمل كده شوية تعديلات بسيطة في الجنب ده، وإن شاء الله على أول الصيف الجاي بإذن الله أعمل برضه شوية تعديلات كده بسيطة في الجنب التاني اللي هي الصالة والأوضة، لإن طبعًا الأوضة اللي أنا حاطة فيها الأنتريه هاحط فيها سريرين لابني الكبير وابني الصغير، والصالة هاعدّل فيها واحتمال أعمل فيها رُكنة، وطبعًا الباب اللي في الأنتريه هاقفله وأعمله شباك، وطبعًا الباب ده هانقله في الصالة، تمام؟ عشان بس إيه، أعدّل كده شوية حاجات بحيث العيال بقى كبرت الصغير كبر وعايز سرير، فطبعًا كل حاجة أنتِ بتضطري ليها إن أنتِ تعدّليها عشان كل واحد يبقى براحته وعلى راحته، والحمد لله على كل حال، واحدة، واحدة هنعمل الحاجة، وما فيش حاجة اتعملت في يوم واحد، كل حاجة بالراحة وكل حاجة بالصبر إن شاء الله هتتعمل، وأي حاجة بسيطة والله بتفرّحني وبتسعدني، الحمد لله على كل حال. يعني أنا مش عايزة حاجة واو ولا حاجة ما أعرفش إيه، أنا عايزة حاجة بس تكون مناسبة ومعقولة، وحاجة بس أوسّع عليّا وعلى ولادي بس مش أكتر من كده. الحمد لله على كل حال. ربنا يفتح لكم أبواب الرزق يا رب اللهم آمين، ويسعدكم ويراضيكم يا رب. نضّفت بقى يا حلوين ال4 ضُلَف من تحت ما شاء الله وخلّيتهم زي الفل، وطبعًا في ضلفة فيهم المشمّع بتاعها اتقطع، قُلت بقى إيه أبقى اشتري لها مشمّع تاني وافرشه، لإن كده أنا مش عايزة أجدد حاجة في المطبخ ولا أجيب مفارش جديدة زي ما قُلت لكم غير لمّا أجدد المطبخ بإذن الله. هنا بقى إيه قُلت أحضّر الغدا، طبعًا عملت إيه هنا، السمك طبعًا بعد ما اتنقع في الملح والليمون شطفته برضه تحت المَيّة، وحطيته في مصفى يصفّي كل المَيّة اللي فيه، وبعد كده جبت كل سمكة عملت في كل جنب كده 3 فتحات بالسكينة، ليه؟ لإني بسم الله ما شاء الله السمكة تخينة محمّلة، ضهرها مليان، وكمان عشان تتقلي على طول وتستوي على طول، بس عملت فيها فِتَح ما وصّلتهاش لتحت أوي، يعني فتحتين 3 فتحات على الجنب ده و3 فتحات على الجنب التاني. وكمان حشيت السمك من جوه تتبيلة، وكمان الفتحات دي برضه حشيتها تتبيلة بحيث تبقى طعمها حلو. الدقة بتاعتنا عبارة عن ايه، توم وفلفل وليمون وكمون وملح وكزبرة، وعايزة تحطي شطة حطي، وبعد كده قلبتهم في بعض وحشيت بيها السمك عادي خالص. الهريسة دي يا جماعة أنا كنت عاملاها وحطاها في الفريزر، يعني بتكون تحت ايدي بستخدمها على طول، ما شاء الله ما بقاش غير حتة صغيرة، والله عايزة اجيب فلفل واعمل تاني هريسة عشان تفضل عندي وتحت ايدي. تبلت السمك بالدقة وقلت اسيبه شوية كده في الدقة لحد ايه ما اطبخ الرز واعمل كده شوية حاجات، وبعد كده ايه نقلي السمك في الاخر عشان يكون سخن. انا عن نفسي بحب يعني ايه اكل السمك وهو سخن لحد بقى الرز ما يستوي اكون انا قليت السمك ونتغدى على طول. طبعا هنا عملت رز صيادية، انا عملته معاكم كتير قبل كده، قطعت بصلة وبعد كده ايه حمرتها في شوية زيت وحطيت المية وشوية ملح وشوية كمون، ويا سلام بقى لو حطيتي بقى ايه فيها سنة قرفة، يا سلام القرفة دي بتخلي الرز بتاع السمك في حتة تانية. بس بقالي كم مرة اروح للعطار انسى اجيب قرفة، الله المستعان الله المستعان.
وبعد كده يا حلوين بقى ايه سبت الميه تغلي شويه، وبعد كده ايه غسلت الرز وحطيته وهسيبه بقى ايه عشان يشرب الميه ويتردد. وطبعا البصله بتاعت الرز بتبقى غامقه شويه، وساعات بتبقى اغمق من كده، بس انا مش عايزه اغمقها عن كده عشان الرز ما يمررش. بعد كده يا حلوين بقى ايه لميت كل المواعين اللي على الرخامه وهنا وهنا واللي منطوره هنا وهنا وهنا، وقلت ايه اغسل المواعين كده اول باول لحد ايه ما الرز يتردد شويه، وكمان السمك يتبل في الدقه شويه، اكون انا ايه خلصت المواعين. شايفين بقى ست البيت بتتعب قد ايه؟ وبالذات بقى لما تكون موظفه او واحده قاعده في عيله وبتعمل في شقتها وبتعمل تحت. بصراحه الله يعين كل ام، والله يعين كل موظفه، والله يعين كل ست بيت على شغل بيتها. عشان كده لما بقول الرحمة يا جماعة لازم يكون في رحمة، لازم يكون في كلمة حلوة، لازم يكون في كده اسلوب حلو، عشان الواحدة لما بتشتغل شغل يعني كتير او جامد وتسمع كلمة حلوة بترتاح نفسيا، وفي نفس الوقت الكلمة الحلوة بتشجعها كمان ان هي تعمل اكتر واكتر وتدي شغل اكتر واكتر. لكن لما بتشتغل كتير وتيجي مثلا حد يقول لها وانت عملت ايه، هو انت بتعملي لنا ايه، هو انت بتعملي زيادة عن فلان ايه، فطبعا كل الكلام ده بيكسر الخاطر ويهدم، وكمان بيخلي الواحدة ملهاش نفس تعمل. فالكلمة الحلوة بتلين الحديد، ده مش بتلينه، ده بتدوبه، بتدوب الحديد. فعشان كده بقول لازم نطيب خاطر بعض بالكلمة الحلوة، لازم نشجع بعض بالكلمة الحلوة، مش لازم نكسر خاطر بعض بكلمة ملهاش لازمة، بكلام ملهوش لازمة. فكل واحدة طبعا هي بتعمل، هي بتبقى عارفة هي بتعمل ايه، ومقدره تعبها وعارفه ان هي تعبت قد ايه. وبعدين شغل البيت يا جماعه مش سهل، يعني فطار وغدا وعيال وتنظيف وغسيل، وبالذات لما تكون موظفه، وبالذات كمان لما تكون قاعده في عيله وبتعمل في شقتها وبتعمل عند حماتها. الناس دي الله يعينها، الله يعينها، الله يعينها. فكلمه حلوه هتخلي الناس تعمل الحاجه بنشاط وبحب. وكمان يا جماعه ما تنسوش برضو في امهات معاها اطفال، الامهات دي بتسهر، وبالذات اللي معاها توأم ومعاها عيل صغيرة تانية، يعني مثلا واحدة لسه والدة ومعاها عيل صغير عنده 3 سنين ولا 4 سنين، يعني الله يكون في عونهم برضو يا جماعة. الرحمة حلوة. ربنا يعين كل الناس على بيوتهم يا رب، اللهم امين، وعلى عيالهم وعلى حاجتهم يا رب. هنا بقى حلوين طبعا ايه بعد ما خلصت مواعين، إيه بدرت بقى السمك بالدقيق، وحطيت بقى على الدقيق رشة ملح، رشة كمون، بابريكا، كركم، عشان بيدي للسمك لون حلو. وبعد كده بدرت السمك ونضفته ايه نفضته من الدقيق، وبعد كده قليته على نار تكون مش عاليه قوي، عشان ما شاء الله زي ما قلت لكم السمك ما شاء الله ظهريته تخينه، يعني مليان ما شاء الله، وفصه ابيض زي الشمع ما شاء الله. وانا بحب بصراحه السمكيه السمينه اللي بتبقى فصها ابيض وجميل، وما شاء الله بألف هنا. طعمه بصراحه كان عسل، احسن من الفراخ واللحمه والله. واحنا كمان هنا بنميل للسمك المقلي شويه. السمك طبعا يا جماعه اول ما بطلعه، استنوا بس عربية البطيخ معدية، كل ما اجي اسجل حاجة تعدي، احمر وجميل وعلى السكين يا بطيخ. كل ما اجي اسجل العربية تشتغل، اما اخلص الحتة الاخيرة دي، لان طبعا كل ما اجي اسجل عربية تعدي، إيه لا مؤاخذة في الكلمة، كلب يهوهو، حمار ينعر، عيال تصفر. قلت يا دي النيلة نفسي اسجل كده في هدوء. الله المستعان، ربنا يرزق كل الناس. المهم بقى يا حلوين لما بطلع السمك بعصر عليه ليمون، وبعد كده بنقله على صينيه عليها ورق ابيض او ورق مناديل. وبعد كده يا جماعه ايه عملت بقى شويه سلطه كده، وكمان حطيت مخلل، وكمان مخلل بتنجان اللي انا كنت عاملاه معاكم بالف هنا وشفا. ما شاء الله ما شاء الله كانت اكله جميله وتفتح النفس، وما شاء الله كمان السمك بياكل والسمك بيفتح النفس، وكمان لما يكون سخن والرز سخن وكل حاجه ايه جاهزه، يعني كده تمام. هنا ما شاء الله تعالوا بقى موريكم فص السمك، ما شاء الله السمك فصه ابيض زي الشمع ما شاء الله، والسمك مستوي وعسل، وكمان الفتحات اللي انا عاملاها فيها كلها تتبيله وطعمها جميل. ما حبيتش اطول عليكم، وده كان اخر الفيديو حبايبي، مع الف سلامه، هتوحشوني، بحبكم في الله، مع الف سلامه.